السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اهلا بكم يا ابطال بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن مراجعة اللغة الفرنسية بالكامل ان شاء الله. هنحل امتحان بسيط ومتوقع علشان نفهم شكل الاسئلة ونفهم ازاي نحل السؤال بكل سهولة وبكل بساطة، وان شاء الله الامتحان هيكون سهل وبسيط بإذن الله. قبل بداية الفيديو يا ابطال ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشجعوني دايما يا ابطال. بشكر جدا كل الطلاب اللي معايا على القناة وكل زمايلنا. بشكركم جدا على التفاعل الجميل معايا، فضلا وليس امرا يا ابطال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت. ويلا يا ابطال نبدا فيديو النهارده. اول حاجه طبعا نظام الامتحان. اول حاجه بيكون عندنا الوثيقه او القطعه اللي هي بيكون عليها 4 اسئله. بيكون عندنا قطعتين. اول قطعه معانا يا ابطال هنحل كده قطعه سريعا علشان وقت الفيديو، وطبعا بيكونوا 2 متشابهين، ولكن فكره القطعه او الموضوع بتاع القطعه بيكون مختلف عن الموضوع التاني. فأولا بيكون عندنا وثيقتين أو قطعتين. أولا الوثيقة. أولا هنشوف موضوع الوثيقة بيتكلم عن إيه، ونبدأ نقرأ بقى القطعة بكل سهولة علشان نقدر نفهم معنى الأسئلة اللي موجودة عليها. أولا بيقول إن فواسين إيجيبسيان يعني جارة مصرية. سي ندى يعني دي ندى. ما فواسين دو كارتي يعني هي جارتي في الحي. تمام. إلي إيجيبسيان هي مصرية. مي يعني لكن. إلابيت دانس مافيل ليون يعني هي ساكنة أو تعيش في فرنسا. أوفي صفاميل يعني عايشة مع عائلتها. سي بيرون سون بيرفسور دو أنجلي يعني والديها مدرسين إنجليش. إلي نولو يعني هي ولدت 27/5. تمام، يعني هي ولدت كده 27/5. إلي كنزو يعني عندها 15 سنة. إلي سوريانت يعني مبتسمة. تمام. بافارد مي أردني يعني رغاية أو كثيرة الكلام لكن مرتبة. إلي نوم با لو باسكت يعني هي مش بتحب الباسكت. نيم با يعني لا تحب أو لا يحب، بتساوي كلمة ديتستي يعني يكره. تمام. كوم موا يعني مثلي أو حاجة زيي، يعني أنا مش يعني هي مش بتحب الباسكت وأنا كمان. من اللي بتتكلم؟ ماري اللي هي بتتكلم بتقول جارتي اللي هي ندى معاها في الحي مش بتحب الباسكت وانا كمان، يعني ميري وندى مش بيحبوا الباسكت. دانس سا شامبر يعني في الغرفة بتاعتها. إليه أبرو يعني عندها مكتب. سور البرو يعني على المكتب. إليا إن اورديناتور يعني كمبيوتر. إن لاتشر MP3 يعني اللي هو مشغل MP3. سا كولر بريفير لونها المفضل. سي لأورنج يعني لونها المفضل لونه برتقالي. تمام. دي الوثيقة او القطعة بكل سهولة. نبدأ بقى نشوف الاسئلة موجودة عليها بتتكلم عن ايه. السؤال الاول موجود عندنا بقول ماري بارل يعني ماري بتتحدث عن ايه في الفقرة. بقول لك دو بروفيسور المدرسين، لا طبعا. طيب دو سافيل المدينة، لا برضو. دو سافوسين، ايوه لان احنا كنا بنتكلم ان هي ليها جارة مصرية واسمها ندى، فالاجابة الصح هتكون دو سافوسين. طيب اخر اختيار دوسي بيرنز بنتكلم عن والديها، لا طبعا فالاجابه هتكون دو سافواسي. 2 ندى ايه يعني عندها كام سنه؟ احنا قرأنا هنا في القطعه ان هي عندها 15 سنه. 15 يعني ايه بالفرنساوي؟ يعني كنزو، فهتكون ندى ايه كنزو، فالاختيار هيكون رقم بي. رقم 3 ندى ايه نو يعني اتولدت في شهر ايه. طبعا احنا قلنا ان هي اتولدت 27/5. طيب ده في شهر ايه؟ في شهر 5 اللي هو مايو، يبقى هتكون ان ماي اللي هي رقم دي. تمام. 4 وده آخر سؤال معانا في القطعة. ميري ديتستي، وقلنا من شوية ان ديتستي بتساوي نيمباه يعني لا يحب ويكره. تمام. وقلنا ان ندى وميري مش بيكرهوا حاجة واحدة، اللي هما بيكرهوا الباسكت، فالإجابة هيكون بي لو باسكت. تمام. كده خلصنا اول حاجة. ننتقل بقى للمواقف. هيكون عندنا 3 مواقف، كل موقف منهم يعني السؤال هيكون سؤال والاجابة عليه ب5 اختيارات، فهيكون عندنا 3 في الامتحان. زي ما قلنا طبعا هيكون عندنا 3 في الامتحان، بس في الفيديو ده هناخد 6 علشان نتعود على شكل المواقف بسرعة وبسهولة جدا. يلا بقى يا ابطال ننتقل بسرعة للمواقف. طبعا ده شكل المواقف. عندنا هنا 5 اختيارات، السؤال بيكون عليه اجابتين بس اللي صح، يعني هي 5 اختيارات هنختار بس اختيارين. اول سؤال معانا بيقول تو دوموند اتون امي دون دوكرير ساتروس يعني انت بتسأل صديقك عن وصف مقلمته، يعني هو هيوصف لك مقلمته. هو هيقول ايه بقى؟ هيقول اليه سوسيابل
يعني المقلمة اجتماعية، لا طبعا. سوسيابل ده بيكون لحد عاقل، اما المقلمة غير عاقل، تمام. إليه بافارد يعني المقلمة رغاية، برضو لا طبعا. إليه جروند يعني المقلمة كبيرة، أيوة تنفع. طيب ليه احنا قلنا إليه؟ لأن المقلمة مؤنث وهنعوض عليها بالضمير إليه، تمام. يبقى إليه جروند معانا، دي صح. بيقولك إليه تمد يعني المقلمة خجولة، لا طبعا غلط. إليه روج يعني لونها أحمر، يبقى صح. يبقى إجابتين معانا صح، إليه جروند يعني المقلمة كبيرة، إليه روج يعني المقلمة لونها أحمر. يبقى بسهولة جدا دول أول إجابتين. السؤال التاني في المواقف بيقول to demand autonomy كياس يعني سؤال العاقل. نركز هنا، ده سؤال العاقل يعني انت بتسأل صديقك عن حد عاقل، تمام. يبقى نستبعد اي حاجة غير عاقلة. بيقولك سي ان كرتي يعني الحي، طبعا غلط. سي ان فيوتشر اللي هو قلم سبورة، برضو غلط. سي سونت دو كوبينز دول لو جيم يعني اصدقائك في الجيم، دول ايوه عاقل، فالاجابة دي صح. سي ان كاميرات دو كلاس يعني صديقك او زميلك في الفصل، برضو صح. سي لو مقيت دو أليكس، طبعا دي غلط، فالإجابة هيكون معانا سي ودي، تمام. نروح بقى للموقف الثالث اللي هو السؤال الثالث معانا. السؤال بيقول توصلي توكوبينز السوار يعني انت بتحيي اصدقائك في المساء، ماذا انت تقول؟ اول اختيار بيقول صلي اتو يعني مرحبا جميعا، طبعا صلي تمشي في الصباح وفي المساء، فالاجابه الاولى دي صح، تمام. اتنين بيقول بونسوار موكوبين يعني دي برضو تحية المساء اللي هو بونسوار، فدي برضو صح. بونجور، بونجور غلط، اول ما تشوف بونجور غلط، طالما بقول لك هنا في المساء يبقى بونجور غلط، تمام. ميرسي بكم يعني بكوب يعني انت بتقول له ميرسي جدا، انت مش بتشكره، انت بتقول لهم مرحبا في المساء. اوروفوار يعني الى اللقاء، لا انت بتحييهم يعني تحية، فهتكون الإجابة دي غلط، فهتكون صليئته وبونسوار مقوبين اللي هو A و B، تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول تو برلي دو تكالر بريفيري يعني انت بتتحدث عن لونك المفضل، ماذا انت تقول؟ هتقول جيم لو نوار انا بحب اللون الاسود، تمام، خليها معانا. البلو ان كولر يعني الازرق هو اللون، ما احنا عارفين ان الازرق ده من الوان، بس هتكون الاجابه دي غلط. جي ان ستيلو بلو انت بتتكلم عن الاقلام لونها ازرق، برضو دي غلط. هو بيقول لك انت بتحب اللون ايه، تمام، يعني انت بتتحدث عن نفسك بتحب اللون ايه، وهتجاوب انت بتقول ايه. مونكوبين ام لو نوار يعني صديقك، لا هو بيقول لك صديقك انت بتحب، صديقك بيحب اللون الاسود، بس انت المفروض ان انت تتكلم عن نفسك، يعني هتقول جو لوجري سي ما كولر بريفير يعني الرصاصي، جري ده الرصاصي اللي هو لونك المفضل، فدي صح، فالاجابه هتكون لوجري سي ما كولر بريفير وجيم لو نوار، تمام، دول الاجابتين صح. السؤال اللي بعد كده بيقول بور بروند كونجي دو تو كوبين يعني انت بتودع اصدقائك، ماذا انت تقول؟ الوداع يعني هنقول بونجور، لا غلط، دي في الصباح اللي هي تحية الصباح. بونسوار برضو غلط، دي تحية المساء. ميرسي يعني بتشكر حد، برضو غلط. تشاو يعني الى اللقاء، فدي صح. أبلس يعني إلى اللقاء برضو، أو إلى الغد، أو إلى الوداع برضو، فهكون صح. برضو أوروفوار يعني إلى اللقاء لو كانت موجودة كنا هنختارها صح، فدول الإجابتين. ونروح للسؤال اللي بعد كده. آخر سؤال معنا في المواقف، طبعا احنا بيكون زي ما قلنا في الامتحان بيكون 3، بس أنا جبت لكم 6 علشان نضمن يعني إن شاء الله نقفل في المواقف وفي كل الامتحان بإذن الله. آخر سؤال معنا بقى بيقول توصلي تنامي لمتان يعني بتحيي أصدقائك في الصباح، هتقول لهم إيه؟ صلي يعني مرحبا، تمام. بونسوار دي في المساء، فدي هتكون غلط. بونجور في الصباح، فدي تحية الصباح صح. ميرسي دي بوكوب دي غلط، برضو بنشكر. اوروفوار يعني الى اللقاء، برضو غلط، فالاجابه هتكون صلي وبونجور. بعد كده هنحل مع بعض 3 اسئله اختياري بس علشان نتعود على شكل الاسئله وعلشان ما نطولش عليكم في وقت الفيديو. اول سؤال اختياري معانا بقول محمد امي لكولر يعني لا دي مؤنث، تمام، واحنا عارفين ان كل الالوان معانا مذكر. طيب فين اللون هنا مذكر؟ طبعا اول ما تشوف مارون اللي هو اللون البني يمشي مذكر ومؤنث ومفرد وجمع، تمام. هو واورنج مفرد ومذكر،
وجمع ومؤنث، فالإجابة هتكون مارون. أول ما تشوفها أو أول ما تشوف أورنج تختارهم على طول، فالإجابة هتكون مارون. السؤال التاني بيقول دينا منى اتعادل صونت. طبعا دينا ومنى جمع مؤنث، دخلوا في وسطهم عادل، يبقى أول ما تشوف اسم ولد مع مجموعة بنات يبقى هيتحولوا كلهم لجمع مذكر. تمام، دي قاعدة، أول ما تشوف ولد مع جمع مؤنث هيبقى كلهم جمع مذكر. طبعا عندنا هنا شوف الاختيارات فين فيهم اللي جمع مذكر. طبعا احنا قلنا حبة كلمات كده ومنهم تمد، احنا قلنا ان تمد بتنفع مفرد مذكر وجمع مذكر. تمام، فتمد هتكون جمع مذكر، فالإجابة هتكون معانا تمد. السؤال الثالث اختياري، وده هيكون آخر سؤال اختياري معانا، وننتقل للموضوع والرسالة بسرعة يا أبطال. يلا، بيقول جوفو منكوبين سامي. جوفو يعني دول ضميرين ورا بعض. اول ما تشوف ضميرين ورا بعض قاعدة ثبتها في دماغك، طالما عندك ضميرين في الجملة صرف الفعل على الضمير الاول. يعني هتشوف النهاية مع جو اللي هي طبعا او، ونشوف الفعل بقى يبقى بريزنتي اللي هو رقم 3، هتبقى اجابة سي. اول سؤال معانا بيكون اللي هو سؤال الرسالة، بقول صلي تطابل كومون، يعني انت اسمك ايه. تومي الكولر يعني لون صديقك المفضل ايه. هتقول طبعا صلي، هنكتب له برضو صلي، وهنقول جومابل. طبعا قال لك تو هتقول جو، هتقول جومابل. وليكن مثلا مارك بقول لك صديقك لون المفضل ايه، هتقول جوم لون وار، وتكتب ابليس اللي هو وداعا. تمام، بسهوله جدا. بعد كده الموضوع بيكون اخر سؤال معانا خالص، بيقول لك ديكري دون ساقدو. مثلا بيقول لك وليكن اوصف مقلمتك، اوصف شنطتك، اوصف اي حاجه. هنوصف بسهوله جدا ونقول ايه، جي ان سقدوا. هنعرف الحاجة دي، هنقول له دي شنطة ظهري، هتوصفها. طبعا الشنطة مذكر هنعوض عليها بالضمير إليه، هنقول إليه جراند يعني هي كبيرة. طبعا ما تنساش ان فوق كاتب لك تيل وكونتينيو يعني حجمها وتحتوي على ايه. تمام، هنقول له إليه جراند يعني هي كبيرة، إليه بلو لونها أزرق، إليه سمبا يعني جميلة وجذابة، إليه رونجي يعني الشنطة بتاعتي مرتبة. هتقول له بقى كده محتواها ايه، هتقول إليا دو ليفرز يعني ايه، يعني كتبي، ودو قاييه يعني فيها كمان كراسات، ات انتروس وفيها كمان المقلمة بتاعتي. بسهولة جدا دي الموضوع. وخدنا من شوية الرسالة برضو سهلة جدا، وده بسهولة كله امتحان فرنساوي هيكون سهل معانا يا أبطال. وما تنسوش بقى يا أبطال إن شاء الله تدعوا ربنا يوفقنا جميعا. كنت معكم منى وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.